المجلس الانتقالي يا رفاق أقام حفل لتقييم دورة في المكياج والكوافير. هذه الصورة أمامكم، شاهدوها، ده الكلام مش من عندي، دي الصورة من الحفل اللي أقامها المجلس الانتقالي وتحت رعاية الرئيس عيدروس الزبيدي ورئيس اللجنة التنفيذية للمجلس الانتقالي والعميد هذا اللي مش عارف ايش اسمه محمدي. العناوين كبيرة والعشاء فاصوليا. وذي آخر سخافات المستعمر الإماراتي. ماذا تتوقع منه؟ كذلك الحال مع المستعمر السعودي، كل واحد منهم له سخافاته. المستعمر السعودي كذلك يأتيك بتنكة تمر وعنوان عريض وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ورئيس الوزراء اليمني وفريق من المصورين يلتقطوا الصور. وانت لن تنال كشعب، لن تنال إلا السمعة الوسخة، في حين المصالح والعطايا تذهب لصالح أذيال هذا المستعمر من جنوبيين وشماليين، في حين هؤلاء الأذيال هم مجرد متسولين سياسيين في بلاط أمير النفط وانتهازيين ومرتزقة، وعندك أنت قادة وزعماء وشيوخ ومن هذه الألقاب والألفاظ السياسية اللي لا تمثل الأخلاق الوطنية بصلة. وقالها قديما الشاعر والمناضل الفذ عبد الله البردوني في قصيدته الشهيرة أمير النفط: نحن يداك ونحن أحد أنيابك ونحن القادة العطشة إلى فضلات أكوابك، مسؤولون في صنعاء وفي عدن وفراشون على بابك. وهذا هو الواقع وهذا هو المشهد أمامكم، ذا الوصف الدقيق اللي أطلقه على أمثال هؤلاء المناضل والشاعر عبد الله البردوني. ولا تعتقد أنت هذا المستعمر الإماراتي أنه بيأتيك بفكر مثلا، بثقافة، بعلم، بتصنيع، بصناعة؟ أنت واهم، ولن يعطيك إياها ولا يمتلكها أساسا. ذا بيخليك دائما في حالة مزرية وتحت مبدأ جوع كلبك يتبعك، لن يضيف لك شيء في حياتك ولا في فكرك ولا في القيم ولا في المبادئ. لا هذا شيخ النفط وأمير النفط بن زايد وبن سعود، هؤلاء أنت بتبقى دائما عبر هؤلاء الأذيال، تبقى أنت دائما تحت وهو يتسيد عليك عبر هؤلاء، يركبك عبر هؤلاء لأنه هو راكبهم. ألف تحية لكل الشرفاء.